بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ نتعرف على أيقونات الفيرينج واحدة واحدة بتفصيل، وهناخد أهم أيقونة فيهم اللي هي الإيديت ماتيريال أو ماتيريال إديتور. باختصار كده وظيفة الماتيريال إديتور دي لكل خامة ربنا خلقها يعني في الدنيا كلها صفات فيزيائية خاصة بها هي. يعني مثلا نشوف على صور كده كنت مجهزها. مثلا هنلاقي ده الإزاز، دي خامة جيرين تنزل جاهزة. الإزاز مثلا هنلاقي له آه صفات فيزيائية للانعكاس والانكسار. الانعكاس اللي هو الريفليكشن اللي بيبقى موجود على الإزاز اللي بيعمل لي لمعان أو انعكاس للأجسام المضادة ليه، والريفلكشن أو الانكسار اللي هو بيعمل لي الشفافية وبيخلي لي الضوء أو الأجسام اللي بتمر خلاله تنكسر بزاوية معينة أو بطريقة معينة. بصراحة منبقاش عارفينها كلنا يعني. عموما إن هي المهم إن إحنا نبقى عارفين الخواص الفيزيائية المميزة لكل خامة. أنا حبيت أقارن بين مثلا الإزاز وده معدن، في الإزاز والخشب مثلا. آسف، لازم الإزاز والخشب. هنلاقي إن الخشب لو زودنا الانكسار بتاعه شوية عن كده هيبقى أقرب لخامة الإزاز. يعني إحنا الاتنين هنا بنقول إن هو هنا في انعكاس وهنا في انعكاس، إنما هنا مفيش انكسار، فعشان كده مبيعمليش الشفافية الموجودة في الإزاز هنا. لو جينا مثلا ده معدن، المعدن ده إيه أقرب للإزاز ده؟ هنا مفيش انكسار برضه، يعني ممكن تكون نفس الخامة بس هنا ادينا انكسار وهنا ما اديناش انكسار، فبيبدأ الخاصية الفيزيائية بتاعته تميل لأن ده يبقى إزاز وده يبقى معدن. هنا في خاصية الانكسار والانعكاس، في خاصية الديفيوز اللي هي الماتيريال نفسها، اللون بتاع الماتيريال أو التعبئة بتاعت الماتيريال. يعني هنا مثلا ده المفروض إنه نفس الخامة بس ده ادينا له لون أصفر شوية، فاداني هنا مثلا اللي هو الذهبي وهنا اللون الفضي، مع إن الأربعة ممكن يكون نفس الماتيريال. طبعا دول الاتنين دول أقرب ببعض لأن الماتيريال هنا مكعبة شوية فيها بوربل. ده كان القصد يعني إن إحنا نفهم وظيفة الماتيريال إديتور، إن هي تخليني أقدر أعمل انعكاس وانكسار عشان أميز الخامات من بعضها، الخشب من الإزاز من الذهب من المعادن عموما. هنا برضه لو جينا نشوف هنلاقي خامة الخشب بتبدأ تتغير، بس بنلاحظ إن الانعكاس واحد. هنا الخشب انعكاس الإزاز مش زي انعكاس الخشب، يعني انعكاس الخشب بنلاقي فيه نغرشة شوية كده لأنه مبيبقاش عامل زي المراية، يعني لما بتيجي يعكس ما بيعكسش بنفس الدرجة بتاعة الإزاز رغم إن الاتنين فيهم انعكاس. دي برضه هنعرفها إن شاء الله. هنا مفيش انعكاس خالص، هنا فيه، وهكذا. بتبدأ الخامات تاخد صفاتها اللي تقريبا قريب من الطبيعة شوية، لأن إحنا مبنبقاش عارفين الصفات الفيزيائية بالظبط. أي نعم لو عرفتها بالظبط هتطلع نفس اللي في الحقيقة. هنيجي نشوف أول حاجة معانا اللي هي الديفيوز. مثلا لو أنا عندي سطح، أكبره هنا شوية، نعمل جروب، نتعود إن شاء الله نعمل جروبات عشان متقلش الفايل يبقى سهل نعدل عليه، جروب أو كومبوننت. ونيجي هنا برضه السطح كده،
ونبدأ نديه الماتيريال. مش هنهتم بحجمها الطبيعي، بس هنشتغل أي حاجة كده. هنبدأ مثلا ده حاجة زي كده. أنا عاوز أشتغل مثلا، هنخليه لون طيب. هنخلي ده لون بالشكل ده. أنا عاوز أعمل ده كأنه لوح إزاز شفاف بيوريني اللي وراه. فباجي على الماتيريال إديتور، بختار اللون أو الخامة اللي أنا هشتغل عليها عشان تظهر لي في الماتيريال ليست دي. طيب أنا كنت هنا مثلا وعاوز أختار الماتيريال اللي ورا دي، الماتيريال التوب دي. فباجي من البين دي وأروح ضاغط هنا، فبيحددها لي اللون بتاعها من هنا. آسف، ده لازم أدخل جوه الجروب. جريد ده مش موجود هنا. الطوب مش موجود. نجيب مثلا ميتال. سكيل عشان أخرج. نجيب دي كده. أنا كده واقف عند الميتال، اللون بتاعها الديفيوز بتاعها أهو. زي ما قلنا نقدر نغير من هنا اللون بتاعها، بس احنا هنسيبه. تقدر تغيره من هنا أو من الماتيريال إيديت اللي هنا. أنا مثلا عاوز أعمل السطح ده شفاف، فباجي من أداة البن وأروح ضغط عليها، فبيجي لي هنا الاسم بتاعه، بيتعمل لي هنا اللون، تحدد لي اللون، وهنا يقف لي على الاسم بتاعه. باجي من اللي هي ترانسبرانسي دي، اللي هي الشفافية، اللي هي بتتعامل، قلنا زي ما قلنا إن الشفافية بتتعامل مع اللون الأبيض والأسود. يعني الشفاف 100% بيبقى عند اللون الأبيض، واللون الأسود ما يبقاش ظاهر اللي وراه، الشفافية بتاعته تبقى بصفر. فهنيجي مثلا هنا أقف عند الأبيض بالشكل ده، يبدأ يعمل لي الشفافية بتاعته. أنا مش عاملها 100%، فعشان كده بنلاقي في اختلاف بين بين المجسم أو خامة المجسم من الإزاز ده، أو اللي هي البلين اللي إحنا عاملينه ده، والجزء اللي هو بره البلين. هنا اللون رمادي شوية، كل ما نقفله يبدأ الشفافية تقل شوية.
لحد ما تقل أكتر، وهكذا. دي كانت الحاجة الوحيدة اللي احنا عاوزين نعرفها في الديفيوز. إن شاء الله هنكمل في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.